بسم الله والابن والروح القدس للواحد امين. سلام ونعم لكل الحبايب، كل سنه وانتم طيبين. بكره الكنيسه بتحتفل بعيد شهيد عظيم في الكنيسه، هو امير الشهداء قديس العظيم ماري جرجس الروماني. قديس ماري جرجس له معزه كبيره في قلوب كل الشعب القبطي، لانه كان شاب ايمانه قوي، ترك كل مناصب العالم وكل الجاه اللي فيه وتمسك بإيمانه بالمسيح 7 سنين كاملة. والشهيد العظيم ماري جرجس بيتعذب من أجل إيمانه بالمسيح وهو ثابت على إيمانه رغم كل المغريات والحروب. ماري جرجس شفاعته قوية عند رب المجد، وإحنا دايما نسميه كده سريع الندهة، قوي في شفاعته. طب إحنا ليه النهاردة كنيستنا بتعلمنا إن إحنا نطلب شفاعة القديسين؟ فهي إيه معناها؟ وهل دي بتتعارض مع الكتاب المقدس؟ بصوا يا حبايبي، ببساطة خالص، في شفاعة القديسين احنا فعليا بنسبح ربنا، لأن الكتاب قال كده: سبحوا الله في جميع قديسيه. فاحنا كل ما بنتذكر سيرة أحد الآباء القديسين أو الشهداء كأننا بنسبح ربنا ونقدم تمجيد لاسمه. وحتى لو تاخدوا بالكم في كل مدايح وتماجيد القديسين، كل كده الربع يفرز كده مثلا بنيوت أفا فلان، أجيوس أفا فلان، السلام لفلان، وفي الاخر خالص نيجي كده في اخر ربع ونقول ايه؟ تفسير اسمك في افواه كل القديسين كل المؤمنين، الكل يقولون يا اله فلان اعنا اجمعين. تفسير الاسم بتاع القديس اللي احنا عاملين ننده عليه ده او الشهيد ده معناه يا اله الشهيد فلان اعنا. وعشان كده يا شباب خدوا بالكم لما تكونوا تعملوا تمجيد لاحد الشهيدات او القديسات، الربع ده يتقال كده: تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين، الكل يقولون يا إله القديسة فلانة أعنا أجمعين. فإحنا في شفاعة القديسين وتماجدهم بنسبح ربنا. إحنا بننفذ كلام الكتاب المقدس لما قال كده: صلوا بعضكم لأجل بعض. قال كمان إن صلاة البار تقتدر كثيرا في فعلها. فشوف لما يبقى شخص بار زي قديس ماري جرجس في محبته لربنا واحتماله عليه، احتماله لأجل ربنا وأجل الإيمان، قد إيه كرامة ماري جرجس عند ربنا في السماء. عشان كده لما بنطلب شفاعة ماري جرجس بيكون فعلا سريع الندهة وقوي وسريع في استجابته. لما بنطلب شفاعة القديسين ده دليل على إيماننا بأن احنا أعضاء في جسد واحد، وأن أرواح المنتقلين القديسين مش أموات لكن أحياء عند ربنا ولسه متصلين بينا في الجسد الواحد، فبيسندونا بصلاتهم. وده من مبدأ تكافؤ الفرص، زي ما في أرواح شياطين بتحارب المؤمنين، في أرواح قديسين بتسند وتشفع في المؤمنين، وده من العدل بتاع ربنا. القديسين لما بنذكر سيرهم بننفذ كلام الكتاب لما بيقول كده: انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمان. لما افتكر حياة واحد زي ماري جرجس وازاي قدر يدوس على كل مغريات العالم ويقدر يقف قدام كل عذابات العالم ضد كل الملوك، أقول يا رب اديني أتشبه بواحد زي الشهيد العظيم ماري جرجس. فاحنا بنذكر سيرتهم عشان نتشبه بإيمانهم. هم اخواتنا الكبار، هم القدوة بالنسبة لنا، الناس اللي عاشت زينا في عالم محاطين بتجارب وبصعوبات وحياتهم أثبتت قداستهم وبرهم ومحبتهم لربنا. ربنا يدينا دايما نعيش حياة القديسين في مناسباتهم، نطلب شفاعتهم، ده كأنه يوم عيد ميلادهم في السماء. فنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، اسندونا بصلواتكم لغاية ما نتقابل معاكم أمام عرش النعمة. ربنا يدينا كل نعمة وبركة بشفاعة الشهيد العظيم أمير الشهداء ماري جرجس الروماني، اللي احنا كل مجد وكرامة ونعم الأبد. آمين.